السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الجوزاء بتاريخ 29 يوليو. يلا بينا كده يا برج الجوزاء نشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتك إيه. يا رب كل الخير والخيرات ليك. يلا بينا كده نسحب أول 5 كروت طاقة للطاقة السابقة بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا جوزاء، في حاجة الطاقة السابقة بتاعتك الفترة اللي فاتت يعني هنا شايفة في معاك حاجة من باب الانتظار لشيء يفرحك. في حاجة بتحاول تنميها في نفسك أو بقالك فترة بتقاوم شيء بانتهائه لبداية جديدة علشان تستقبل فرحة. في حاجة بتحاول ان انت يعني تفصل شيء عن تبعد حاجة عن حاجة علشان تقدر توصل للفرحة اللي انت عايزها في حياتك العاطفية. في شيء انت عايز تغير مسارك فيه، وفي حب حواليك، بس انت تقريبا يعني انت اللي لسه ممكن تكون لسه ما اديتش الرأي، لسه ما اتكلمتش، لسه ما بحتش باللي عندك. في حد مستني منك حاجة. تعال نشوف الطاقة الحالية كده فيها ايه. تشتغل انت، بس في حاجة معاك من المشاكل موجودة تحاول تتحرر منها. في سيطرة من الآخرين عليك بكلام سلبي ومحبط، بس انت بتحاول تتلاشى كل ده وتبعد. بتحاول تجدد في نفسك في حاجة ألماك وتعباك من الذكريات، وبتحاول تنمي في نفسك شيء، وانت في كل ده شايل مسؤولية أشخاص. يعني انت في كل اللي انت فيه ده انت كمان شايل ناس حواليك، او شايل مثلا رأي ناس حواليك، او بتحاول تتفادى ان انت تتحط تحت ضغط الناس اللي حواليك. انت حامل هم حاجة، في حاجة انت حامل همها، وبتحاول ان انت تتحرر من قيود او مشاكل او تفاصيل. يعني فرحتك يعني بتبقى على الباب كده. انتوا فاهميني اللي هي ازاي؟ انا بحاول الاقي نفسي في وسط زحمة. ايه تاني هنا؟ في حد هنا بيتبع الجوزاء وحابب قربه مرة تانية، بس حاساه بيراقب بطريقة شوية انت مش فاهمها. يعني انت بتقول انا مش فاهم هو عايز ايه، وشايفة كمان في مخاوف عندك. لكن في يعني للبعض منكم، الناس هنا اللي مش معاها علاقات، الناس اللي تقريبا سابت علاقة او منفصلة، يا من علاقة حب يا من علاقة ارتباط، شايفة في هنا اجواء جديدة بتخبط عليكم. يعني في هنا علاقات جديدة بتبدأ مع الجوزاء الفترة دي، او هي بادئة اصلا او هي موجودة. بلا في تعارف، في بدايات جديدة، في امور، بس انت في القصة دي في لسه في هنا مخاوف قديمة وخوف من اللي سابق، فعشان كده بتقرب بحرص. بس في حاجة بتقرب منك، بس الخوف غالب عليك. هو ده اللي انت تقريبا بتحاول ان انت تتحرر منه، مخاوفك، قلقك، وعدم الثقة بتاعتك في اي شيء بيحصل حواليك. بس انت في معاك حب، في بداية جديدة. الله، شوية حاطط نفسك في مقارنات، عايز تكون الافضل، عايز تكون الاحسن، عايز تكون باين بصورة جديدة. يعني انت هنا بتقولي انا بحاول يا بوبو بقالي فترة بسبب اللي شفته زمان. انا بقاوم بصراحة، يعني انا بقاوم ان انا اتخطى الفترة الصعبة اللي انا عشتها. ممكن تكون فترة تعب صحي، علاقة مش علاقة توكسيك مش كويسة. انت يعني انا شايفاك شايف او سمعت او عشت اجواء من دي. مهزوم، كنت عايش في اجواء فيها هزيمة. وكان في مشاكل انت بتحاول هنا تخلصها او خلصتها او بتنتهي منها. بس الجوزاء مش عارفه ليه حاساك وحيد، برغم ان انت في حاجات بتدور معاك جديده وعلاقات جديده وفي علاقات حب، بس حاساك ليه وحيد. طاقه الناس اللي معايا النهارده، يا اما انتوا ما عدتوش مقتنعين بعلاقات الحب، يا اما انت معاك علاقه حد جديد الفتره دي. لان انا شايفه في علاقات بتبدا، يعني هنا الشمس بتقولي في لافرز، هنا في بدايات جديده وفي فرحه كمان. بس هو انت ليه هنا
فرحتك، او انت في البدايه هنا قلت لي انا معايا حاجه بس مش عارف اتاقلم بيها. لسه حاسس ان انت مش عارف تتاقلم او انت مش عارف تبتدي، ولا المشكله في الشخص اللي معاك ان هو مش واضح؟ لان انا شايفاك هنا كل ما هو بيقرب انت بتحط لنفسك حواجز، مهتم بشغلك ومهتم بحياتك الخاصه اكتر، بتحاول تتلاشى راي الناس اللي حواليك الفتره دي، ما بتحبش تقعد في تجمعات. لو في تجمع هتسمع فيه كلام انت عارف ان انت ممكن تسمعه فانت بتهرب. خدوا بالكم جوزاء الشائع عنه ان هو شخصيه متقلبه المزاج. اولا الجوزاء شخصين اتنين في بعض، شخص حنان جدا وشخص رد فعله صعب جدا، شخص شرير جدا وشخص حنين جدا، ويقدر يعيشك في ده ويقدر يعيشك في ده. بس انت شوف هو بيشوف منك ايه الاول. ما هو هيعاملك او لو انت شفت منه وحش فهو وراك الوحش اللي انت عاملته بيه. فالجوزاء بيوريك اللي هو بيشوفه منك. فهو لو انت شفته حنين فهو حنين فعلا، ولو انت شفته شرير فهو فعلا شرير، لان هو فيه الشخصين الاتنين، مش هيقدر، دي طبيعه شخص فيه الجزئين الاتنين. وست الجوزاء راجل وست في حته واحده. ازاي تقدر تشيل مسؤوليه وهي لوحدها وبطولها، وتقدر تشيل مسؤوليه بيت وتقدر تعمل كل حاجه، وتقدر تكون انثى بجد. ففيها الاتنين برضو. رجل الجوزاء لو حب ان هو يخش في علاقه سند، شخصيه جدعه جدا ويقدر يكون معاك في كل المواقف، بس لو حبك ما حبش الانثى اللي معاه، فاعتقد هي هتشوفه بتاع ستات ولعبي ونرجسي، وهتشوف فيه كل حاجه. هو رجل الجوزاء كده، طول ما هو شايف ان العلاقه اللي معاه دي عابره ومش مكمله بيوريها البدع كله، يعني ما بيخلش عليها بحاجه، بيوريها كل حاجه. ف معرفش بقى، يعني تقولي في التعليقات طبعا. عايزه اقول كمان تفاصيل هنا. على فكره انا بقول المعلومات دي عن البرج او تفاصيل عيوب ومميزات على فكره. ليه؟ علشان الناس اللي بتسمع مش لبرجها، لبرج الشخص. فلما بيكون الشخص داخل علاقه حد وفاهم العيوب قبل المميزات، صدقوني العلاقه بتنجح، لانه هو لو بيحبه بجد هيتفادى اللي يزعله وهيتفادى الشيء اللي يخلي الموضوع يتفهم غلط. فالعلاقه في حد ذاتها هتكون ناجحه. لكن لما تكون داخل في علاقه ما انتش فاهم الشخص اللي معاك ده ايه، وبرضك الناس مش زي بعضها، يعني في ناس عقلياتها ناضجه وفاهمه، وفي ناس عقلياتها يعني مش هنقدر نحددها بالظبط ايه نوعها، بس هي بتبقى عقلياتهم تعبانه. انا بتكلم عن الناس اللي ممكن تكون داخله في علاقه لسه مع برج ده مثلا، وعايز تعرف ايه التفاصيل، ولو ان تفاصيل الابراج ما بتنتهيش، فاحنا في كل قراءه بندي نبذات كده عن كل برج، بحيث ان الناس اللي بتسمع تقدر تتعامل مع العلاقه اللي مع الشخص ده. تمام؟ فانا بحب اوضح بس. بالنسبه للحياه هنا اللي بيعيشها الجوزاء، انت شايف ماضي مؤلم وعلاقات مش ناجحه، ولسه بتتخلص من علاقه فك تعلق، او انت هنا في حد هنا سبك ومشي فسبك، قلقان ومتوتر، وانت بتتفادى ان انت تخش نفسك او تخش في الذكريات دي مره تانية. غامض انت الفتره دي، مشغول في شغلك، عندك بدايات جديده عمليه، بتحاول ان انت تنجز او تظهر الفتره اللي جايه بطله جديده في عملك او في شغلك. لسه واخد ريست، يا اما انت واخد ريست كنت مسافر ولسه راجع، يا اما انت لسه في فتره السفر، يا اما انت بتحاول ان انت تطلع من المود اللي كنت فيه سابق ده، بتتخطاه يعني. هل انت قدرت؟ لا، لسه لان الكارتين دول لسه بيقولوا لي لسه في الوقت الحالي لسه في حاجه من المخاوف موجوده، وانت بتحاول ان انت تتلاشى ده. للبعض وليس للكل. الناس المتجوزه هنا من برج الجوزاء في مسؤوليه اطفال قويه جدا محطوطه على شخص من برج الجوزاء، رجل او ست، في حاجه تخص اطفال شغله اشخاص، وفي مشاكل هنا عائليه تقريبا بين الشريك والناس المتجوزه، في تقريبا مشاكل ومتدخل فيها اطفال، حاجه تخص الموضوع ده طبعا للناس اللي في حاله جواز. هل الموضوع ده بيتحل بامر رب العالمين؟ في صلح هنا عند الجوزاء وفك مشاكل، او الحقيقه هتبان؟
الحقيقه هتبان، او التفاصيل الغامضه، او لو في كلام تم فيه الادعاء باطل على شخص ما من برج الجوزاء من الناس المتجوزه، فالحقيقه هتبان، وتقريبا هيتم الصلح ما بينكم ورجوع علاقات بامر رب العالمين. للناس هنا اللي في علاقه حب، ففي بدايه جديده هنا قويه، في علاقه بتبدا مع الجوزاء. محدش يقول لي لا، لان هنا في بدايات. حد يعني هنا للبعض الاكبر كبير، جزء كبير جدا من الجوزاء معاهم بدايات. هنا الورق بتاعكم او ارشادات قراءتكم النهارده بتقول لي معاهم بدايات جديده، يا في طريقها ليك، يا جايه لك، يا انت فيها. في تعارف جديد، في شيء هنا جديد، وانت محتار. يعني انا شايفاك انت في حيره، ابدا ولا لا، اسمع الكلام واصدقه ولا كلام زي اللي فات. هل الشخص ده داخل فعلا لارتباط وجواز، ولا بيتسلى؟ اقتناعك ووعيك واخد عالي، يعني جزئيه عاليه شويه، فانت ما عدتش بتفكر بالاول بعاطفه، بتفكر قدامي بعقلانيه انت عندك صبر قوي اليومين دول، صبور قوي على على الاحداث اللي بتتم، اللي تقريبا هنا مش عاجباك، بحيث ان انت تتخطى فتره انت عايز تتخطاها. انت جواك دافع ان انت تتخطى الفتره اللي فاتت دي، فانت هتتخطى فعلا. وعايزه اقول للجوزاء صدقني اللي فات ده خلاص هو طريقه ينتهي، وانجازك هيكون على ارض الواقع ان شاء الله ايجابي بامر رب العالمين. خطواتك هتكون ثابته، خطواتك العمليه فيها ربح هنا، وفي مال جاي لك بامر رب العالمين، ومكاسب ماديه حلوه هتغطي احتياجاتك، وتقريبا هتقفل كده الهدف بتاعك، او هتحصل على اللي انت عايزه. وبالنسبه للعاطفه، انت معاك بدايه جديده، يا الشخص اللي معاك هيرجع، يا انت معاك بدايه بالفعل. المهم ان انت معاك في حاجه في العاطفه بتبدا هنا، وشخص بيتبعك او عينه عليك الفتره دي بطريقه اوفر يا جوزاء. انت عارف او مش عارف، طاقه قدامي بتقولي كده. طيب ايه تاني هنا؟ تعالوا نشوف الابراج المتاحه مع الجوزاء. اسد، ومعانا جوزاء زيك، قوس، عقرب وسرطان وحوت، وكمان معانا الدلو والثور والجدي. طيب تعال نشوف بقى الشخص اللي في بالك يا جوزاء عايز يقول ايه. نقترح كده اقتراحات من عقله ونشوف الكروت عايزه تقول لنا ايه. بقول لك لا اريد ان اخسرك، بقول لك مش عايزه اخسرك، ما زلت على امل نكمل مع بعض. قلت لك في حد هنا راجع ببدايه جديده، بيراجع المحادثات ما بينكم وما بين بعض كتير جدا. في ناس هنا شكلها فيها معاه صلح. انا فقط لا استطيع التظاهر اني تجاوزتك، بقول لك انا مش عارف ان انا باين ان انا تجاوزتك. في حد هنا بيقول انا مش عارف اكمل من غيرك، لم ارغب ابدا في ان احب هذا. يعني بقول لك انا ما كنتش اتوقع ان انا احب حد بالشكل ده، الامر متعلق بيه. بقول لك انا محتاج وقت شويه اشوف انا عايز ايه، واشوف انا ايه اللي انا بفكر فيه، او اللي انا محتاج ان انا اقدمه الفتره اللي جايه. كلنا يفكر في الالم للاخر، انتوا الاثنين بتعاملوا تقريبا بعض بنفس المعامله. بقول لك انا شايفك بتعاملني زي المرايه، يعني انت ما بتديهوش اكتر من اللي هو بيديهولك، او انت تقريبا حاطط حدود يا جوزاء. فانت الشخص ده لو كان حاطط لك حدود سابق، فانت دلوقتي اللي حاطط له حدود. فقط افتقد كل ما يتعلق بك. بقول لك انا مفتقد جدا كل شيء ما بيننا، لا استطيع ان انقل مشاعري اتجاهك بعد الان. بقول لك انا خلاص عايزه اتكلم، عايزه ابوح باللي عندي. اكثر مما ندمت عليه هو السماح لك بالرحيل. يعني بقول لك لو انا خليتك مشيت فانا زعلان. فهنا في ناس بتتصالح، في ناس بترجع، في بدايات جديده بامر رب العالمين. طاقتك الحاليه واو جميله ما شاء الله يا جوزاء. او في ناس هنا بتبتدي علاقات حب جديده، وهيكون فيها بامر الله ترسيم وارتباط رسمي بامر رب العالمين. طبعا لسه هنكمل القراءه ونشوف ايه اللي قادم فيها. بيقول لك كمان لا اشعر بالامان، احاول ان اثق. يعني الشخص ده بيحاول يلاقي نفسه معاك يا جوزاء. لقد وضحت لي كل، يعني بقول لك انا عشت معاك هنا مشاعر حب حقيقيه، انا تقريبا ما صادفتش ده قبل كده. حتى بعد كل هذا الوقت انت لا تزال الشخص الذي اريده. بقول لك يعني بعد كل الوقت اللي انا عشته ده، لو هو كراش ومش بيوضح مشاعره، الشخص ده بيقول لك انا قابلت معاك هنا حب حقيقي، او انا حسيت معاك بجد ان انا بحب. طيب هنا واحد عايز يقول لك انا بحبك يا جوزاء. طيب هنكمل. ايه تاني؟
تعالوا نشوف طاقة العلاقة وايه اللي فيها، او الكروت عايزة تدينا ايه النبذة كده عن العلاقة دي بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. في اتنين هنا مش بيكلموا بعض بس المشاعر موجودة. انت طاقيا، انت والشخص ده بينكوا انجذاب الفترة دي، انتوا كنتوا الفترة اللي فاتت مش مع بعض، والفترة اللي جاية احساسكم ببعض هو اللي هيرجعكم. في اتنين مش مستغنيين عن بعض لكن عايزين يرجعوا لبعض. في مشاكل بتتحل في علاقة، وفي اتنين هيرجعوا لبعض تاني بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. لأن هنا الكارت بيقول لك انفصال لكن ما زالت المشاعر موجودة. يعني في اتنين تقريبا ابتعدوا عن بعض، وانا قلت في هنا مشاكل او انت بتهرب من حاجة، وهنا تقريبا حد بعيد وبيقرب. في انا قلت لكم في علاقات بترجع بأمر رب العالمين معاكم يا جوزاء. ايه هنا تاني؟ تعالوا نشوف بقية بشرات القراءة بتاعتكم عايزة تقول ايه، ونكمل كده القراءة ونشوف عايزة تقول لنا ايه. تعالوا نشوف كده قراءة قصدي كروت العين الثالثة، ونشوف هي عايزة تقول لنا ايه للقراءة بتاعتك النهارده. بسم الله. هي علاقتك دي حد دخل فيها طرف ثالث؟ لان هنا الكروت بترشدني ان في حاجة خلتك شكيت فيه، حاجة تخص شك. رجل يدخل بينك وبين حبيبك. يعني في ارشاد هنا في القراءة بيقول لك ان تم التدخل من اطراف، ممكن تكون عيلة وممكن يكون صديق. في حاجة دخلت بينك وبين شخص كان معاك، في اشارة جاية لك بده. كل ما تتوقعه سيأتي اليك، لذلك توقع الافضل. حاجة هنا بتقول لك، الكارت ده بيقول لك ارشاد، توقع الايجابي علشان يجي لك الايجابي. كل اللي بتتوقعه او كل اللي انت بتقوله افواهكم اقداركم. فدايما دايما اتكلم في الايجابي، ما تتكلمش في السلبي عشان تجذبه ليك. طبعا الناس اللي مش مقتنعه بالكلام ده ما تسمعش، لان الحاجات دي مجربه ومعروفه ومش هنقعد نتكلم فيها كتير. اللي عارف وفاهم القصه دي ومجربها عارف ان الامور دي بتيجي فعلا من كتر ما انت بتقعد تقول مثلا بامر الله بكره هيبقى كويس، بامر الله ربنا هيعطيني، بامر الله ربنا هيضيف خيره عليا. فبالفعل بيحصل، لان طمعك في اللي جاي لما بتعلقه برب العالمين كسبانه 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 كسبانه، ملهاش محاله. اصل انت ما انتش طمعان في شخص، انت طمعان بطاقه ايجابيه في الله عز وجل، فهو ده اللي هيخلي اللي انت عايزه يتحقق. فالناس اللي بتاخد الكلام من مضمون تاني خالص، فانتوا بقى شفاكم الله وعافاكم. احنا بنتكلم ان احنا بنتكلم بالطاقه اللي احنا بنتكلم بيها، ان احنا بنحدث طاقتنا وبنقول ان ربنا هو اللي هيعطينا، وربنا هو اللي هيدينا، وربنا هو اللي هيجيب دعانا وهيستجيب للي احنا بنطلبه منه. وبنتحدث ان احنا اللي جاي ده اكيد طالما بايد الله عز وجل، فاحنا هنلاقي اللي احنا عايزينه. فاحنا بنتكلم بالمضمون ده، فيا ريت الناس تبقى فاهمه يعني ايه احنا بنتكلم في ايه. لان في ناس بتتكلم بطرق تانية خالص بعيد عن احنا بنحكي فيه ده خالص، وبيركبونا القصه دي بالعافيه. فشفاكم الله وعافاكم. يلا بينا نشوف الرساله. انا بتكلم عن قراءاتي انا، ماليش دعوه بقراءات الناس التانية. كل واحد متخصص في اللي هو بيتكلم فيه، او كل واحد بيتكلم على الطريقه اللي هو بيقدم بيها القراءه بتاعته. انا بتكلم بارشادات قراءتي انا بالطريقه دي. طيب تعالوا نشوف الرساله العامه ليك ايه يا جوزاء. بقول لك حان الوقت لتنظيف حياتك، تخلص من اي شيء يفسد المساحه الخاصه بك، يجعلك غير منتظم. اطلق سراح الاشخاص المؤذيه، ولكن الذين لا يردون لك الجميل. يعني اطلق سراح الناس اللي ما بيعملوش معاك حاجه كويسه وقاعدين في حياتك تعبينك، سيبهم امشي، او انت اللي تمشي. لو هما ما مشوش امشي انت. وبيقول لك عندك علاقه جديده الفتره اللي جايه هتملى حياتك سعاده واستقرار، واكتسب لنفسك خبره اكتر في المجال اللي انت عليه. فالرساله هنا كبيره لكن مضمونها واضح يا جوزاء. حاول تبعد عن اي شيء ما انتش حاسس فيه بالرضا. طيب ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف رساله المال ليك ايه يا جوزاء. بسم الله. الله، انا لسه قايله هنا في حاجه معاك جديده يا جوزاء، فيها بدايات حلوه.
بدايه جديده وبناء وظيفي. فانت عندك الفتره القادمه بامر رب العالمين، بامر رب العالمين ابشر بان انت معاك خير وخيرات باذن الله وبدايه حلوه. انت تقريبا على بدايات خطوات فيها هنا. طيب تعالوا نشوف كروت التوقيتات من باب البشاره يا جماعه الخير. يلا بينا، بسم الله. حط في بالك حاجه يا جوزاء، يلا يلا قبل ما نسحب كارت. البدر المقبل. البدر المقبل، البدر المقبل. يعني انت عندك حاجه في القمر الجديد يا جوزاء، الشهر الهجري الجديد بامر رب العالمين. ابشر، لعله خير، لعله خير، لان هنا في حاجات حلوه جايه للجوزاء. فافتح قلبك كده، استبشر خير برب العالمين وهيعطيك. يلا بينا نشوف طاقة الملايكة وعايز تقول لك ايه بقى. هو ده المنتظر بقى اللي عايزين نسمعه بخصوص العلاقة العاطفية، لان ده اللي يهم الجوزاء الفترة دي. انا قلت هنا في شيء يخص الاطفال عند برج الجوزاء. في شيء، في ناس هنا حاملة هم اطفال. حياتك العاطفية تؤثر ببعض ما يخص الاطفال. في ناس هنا شاغلها جدا، يعني ممكن يكون في ناس من برج الجوزاء منفصلة من علاقة سابقة وعايزة ترتبط، وممكن تكون شاغلها جدا موضوع أطفالها، أو في ناس ممكن تكون أطفالها بعاد عنها، أو في مشكلة بسبب أطفال، ما أعرفش. بس أنت حياتك العاطفية فيها جزء كبير متعلق بأطفال أو بإخواتك، أو بشرط أنت شايل هم حد يعني. إن شاء الله الفترة اللي جاية حلوة ليك يا جوزاء. أبشر بأمر رب العالمين. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.